ليست كل وجهة سياحية تشتهر بمعالمها التاريخية أو الأثرية أو بالمعالم الطبيعية التي تجذب إليها الزوار. هناك العديد من الوجهات السياحية التي اشتهرت لأسباب أخرى، منها الآثار الغامضة أو المرعبة، أو الأماكن التي اشتهرت ببعض الأساطير والخرافات، أو بعض الأماكن التي شهدت تغيرات جيولوجية غريبة لم يجد له العلماء تفسيرا واضحا. هذه الأماكن يرتادها السائحون الباحثون عن المغامرة. غابة هويا وتقع في رومانيا، وحازت الغابة على اهتمام كبير بعد انتشار الشائعات الكثيرة عن أجسام غريبة في المنطقة. من هذه الخرافات حصلت الغابة على شهرتها وأصبحت مزارا سياحيا كبيرا لاكتشاف غموضها. منحوتة يد الصحراء في تشيلي، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأخرى الغريبة والمثيرة للغموض. فقد تم تثبيت منحوتة على شكل يد بشرية بطول 11 مترا في الصحراء بالقرب من مدينة أنتوفاغاستا، وأصبح هذا النصب شعارا للحزن في المكان بعد تثبيته. يتهافت السواح على المكان لمعاينة النصب التذكاري. حفرة الغاز في تركمانستان، وتشكلت الحفرة أساسا في عام 1971 نتيجة لانهيار أرضي أثناء أعمال حفريات، إذ انطلق منها الغاز واشتعل وبقي مشتعلا حتى اليوم. جزيرة الدوما في المكسيك، وفقا لأسطورة محلية فإن فتاة صغيرة غرقت في قناة بالقرب من الجزيرة، لكن روحها لم تجد السلام وبقيت في أرجاء الجزيرة. ومن أجل تهدئة روح الطفلة قام جوليان سانتانا باريرا بتجميع الدمى ووضعها في كل أنحاء الجزيرة لتشعر روح الطفلة بالأمان. على الرغم من أن ما جاء في هذه الأسطورة مجرد خرافة لا يمكن تصديقها، إلا أن الجزيرة اشتهرت لهذا السبب وأصبحت منطقة جذب سياحي بسبب غموضها ودماها المرعبة في كل مكان. حديقة بومارزو في إيطاليا، والتي اشتهرت باسم حديقة الوحوش، بُنيت بين عامي 1548 إلى 1580 للدوق فرانشيسكو أورسيني، وتحتوي على قرابة 30 منحوتة غريبة، منها منحوتة هرقل وأفروديت، وكذلك منحوتة تسمى ببوابة العالم السفلي. وبعد عدة قرون من النسيان تم ترميم الحديقة مجددا وإعادة فتحها أمام الزوار في عام 1954. مدينة أوردوس كانغباشي في الصين، وتعرف باسم مدينة الأشباح نظرا إلى أنها شبه خالية من السكان، فعلى الرغم من مبانيها الشاهقة وعماراتها المتطورة إلا أنها مسكونة بحوالي 20,000 شخص فقط، رغم أنها مصممة أساسا لتتسع لنحو 2 مليون شخص. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة العقارات في هذه المدينة بشكل كبير، ومشاكل مالية أخرى جعلت السكان يعزفون عن السكن فيها، وأصبحت المدينة مزارا سياحيا للتمعن في الهدوء الغامض للمكان. جسر أوفرتون في اسكتلندا، والذي اشتهر بأنه مكانا لانتحار الكلاب، إذ أن ظاهرة غريبة تحدث دائما فوق هذا الجسر، إذ تقدم الكلاب دائما بالقفز من فوق هذا الجسر من نفس البقعة والمكان. والتفسير العلمي الوحيد أن الكميات الكبيرة من المنك وبول الفئران هي السبب في هذا التصرف الغريب للكلاب، بسبب تأثير الرائحة على حاسة الإدراك لدى الكلاب. البركة المؤقتة في كندا، وتقع البركة في منطقة كولومبيا البريطانية، ويبدو من مظهرها الخارجي أنها غير عادية، فبسبب ارتفاع نسبة مركبات كبريتات المغنيسيوم والفضة والكالسيوم والتيتانيوم في مياه البحيرة، ظهرت دوائر صفراء على سطح البحيرة غريبة ومثيرة